السلام عليكم، عاملين ايه؟ مين بيحب الرواني؟ الرواني تحفة جدا جدا، وكيكة خفيفة كده وهشة وجميلة. معايا كوب ونص لبن، كوباية دقيق أبيض، كوباية سميد بيكنج باودر وفانيليا، وكوباية سكر وبيضة ونص كوباية زيت. طبعا مش هكتر في السكر لأن هي بيتحط عليها سيرم، يعني سكر، فكتر السكر مش هيخليها حلوة، هتبقى قوية زيادة عن اللزوم. طبعا زي ما احنا عارفين ان انا بضرب كل السوائل مع بعض في الخلاط، ما بعملش حاجة مع بعض. بسيب الدقيق بس والبيكنج باودر على جنب، وبحط كل السوائل اللي موجودة عندي في الخلاط وبضربها حوالي 10 دقايق لغاية لما السكر بيدوب معايا خالص. تمام، على سرعة متوسطة. هبدأ بقى ان انا اضيف الخليط بتاعي دوت على كوباية السميد وكوباية الدقيق والبيكنج باودر، وهقلبهم جامد قوي بأي مضرب سلك في اتجاه واحد. تمام، علشان ايه؟ علشان مخرجش الهواء بتاعها. الكيكة دي يا جماعة مع كوباية شاي بقى، في الفطار، في العشاء، ما بين الوجبات كده، ساعة أزأزة كده، حلوة قوي وجميلة وهتعجبكم جدا. ومش صعبة، وبيضة واحدة بس اللي هنعملها بيها، مش هنعملها بيض كتير. في ناس بتحط عليها قشر برتقان، اللي حابب يعملها برتقان. في ناس بتعملها بالشوكولاتة، بس هو ده الأصل بتاعها بالفانيليا بس. تمام، هضربها بقى في اتجاه واحد كده زي ما احنا شايفين، هي ما بتبقاش تقيلة قوي. في الوقت ده اكون انا حميت الفرن بتاعي، لان هي لازم تدخل على فرن يكون سخن. انا هنا سبتها، رحت كنت بتأكد ان الفرن شغال بس، وادخلها بقى على درجة حرارة تقريبا 180. بكون مشغلة الفرن من فوق ومن تحت. لو الفرن بتاعك مش بدرجات او هتعمليه في البوتاجاز، على درجة حرارة برضو تكون متوسطة، ما تكونش عالية قوي عشان ما تتحمرش من الوش، ومن جوه تبقى نية. تمام، بسم الله. هتأكد بس ان الخليط خد هوا كويس علشان تبقى هشة كده وحلوة معايا ان شاء الله. هكون انا بقى مبطنة الصينية بتاعتي بزبدة، علشان برضو ايه تدي لون من تحت كده حلو. ما احط الزيت علشان الزيت بينشفها. زبدة كده زي ما احنا شايفين، واقوم منزلاه في اتجاه واحد، ما افضلش الفها عشان ما اخرجش الهواء اللي انا عملته. تمام، كان في بس حبة كده في الطبق، طبعا حرام لازم ننزلهم. بسم الله. هتحبوها جدا جدا جدا، لان كمان الاطفال هيحبوها عشان هي طرية كده وحلوة، عاملة زي التوينكز اللي بياكلوه الاطفال كده، فهتحبوها قوي. هدخلها بقى دلوقتي الفرن، وهنشوف لما تطلع من الفرن شكلها هيكون عامل ازاي. بصوا ما شاء الله، لما طلعت من الفرن خدت حوالي تقريبا 40 دقيقة، وما شاء الله طلعت بالشكل دوت. لونها كان يجنن وريحتها كانت حلوة قوي قوي قوي. حبة الدقيق اللي فوق دول عادي، ما بيحجر لهمش اي حاجة، كده كده هيتداروا دلوقتي، ما فيش مشكلة. جاهز بقى دلوقتي خلة خشب عشان ابدأ احط السيرم. طب السيرم بتاعي ده كان عبارة عن ايه؟ انا بصراحة كان عندي حبة في التلاجة، فعشان كده ما عملتهوش قدامكم، لكن احنا هنحط كوباية سكر على نص كوباية مية على نص ليمونة، أو أقل كمان من نص ليمونة، يدوب عصرتين كده، وشوية فانيليا، ونسيبهم على النار يبقى عامل زي الشربات بتاع البسبوسة، ما يبقاش تقيل زي بتاع الكنافة، زي شربات البسبوسة، ويكون بارد، لازم يكون بارد، والكيكة تكون سخنة. تمام، كأننا بنعمل كنافة بالظبط. وهبدأ ان انا اسقي بيها في كل الجوانب كده وفي النص، تبقى الكيكة اتشربت كويس. وطبعا الفتحات اللي انا عملتها علشان السيرم بتاعي يدخل جوه الكيكة نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا خلصت كل السيرم بتاعي. هبدأ بقى ان انا اجيب الصينية شمال ويمين كده، طبعا الصينية سخنة فانا مش عارفة امسكها بايدي. اتاكد بس ان السكر دخل من كل الجوانب، الشربات بتاعي اتسقى من كل الجوانب. اكون مجهزه بقى شويه جوز جوز هند كده. عندك مكسرات حابه تضيفيها ما فيش مشكله، ويا ريت جوز الهند بتاعها ما يكونش جوز الهند الناعم قوي، يعني يكون اللي هو الخشن شويه، لان هي اساسها كده جوز الهند بيكون باين كده وطعمه باين كريسبي كده. تمام، هجيب بقى جوز الهند وارشه على الوش. في ناس كمان بتحط عليها طبقة مربى فراولة، وبتحط عليها جوز الهند، كنوع يعني من شكل جديد للرواني. تمام،
في برضه اللي بيحط فستق مطحون أو بندق مطحون، بس الحاجات دي يعني أسعارها غالية أوي، فإحنا بنحاول نعمل حاجة حلوة بسعر كويس. بسم الله. غطي بقى كل الجوانب وحطي الكمية اللي أنا عايزاها، عندك شوية نوتيلا حابة تضيفيهم ما فيش مشكلة، يعني شوفي بقى أنتِ ولادِك بيحبوا إيه أو ممكن تعملي لهم إيه، لكن هي دي أصل الرواني، هي الرواني بتتعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا شكلها تحفة وريحتها كانت جميلة جدًا، أنا مش عارفة أمسك الصينية لإنها لسه سخنة، بس هاقرّب لكم الكاميرا عشان تشوفوها من قريب. ده كان شكلها من قريب ما شاء الله اللهم بارك، جميلة وريحتها جميلة أوي، أوي، وطعمها كان حلو أوي. طبعًا أنتِ عشان تقطّعيها لازم تبرد شوية، لإن الكيكة من جوّه بتكون لسه سخنة، فعشان ما تتفرولش منِّك، فما فيش كيك بيتاكل وهو سخن، فنستنى عليه لمّا يهدى خالص ونبدأ نقطّعه. بس أنا هاحاول أقطّعها لكم دلوقتي أورّيكم شكلها من جوّه عامل إزاي. بُصّوا ما شاء الله لا مكلكعة ولا معجنة ولا أي حاجة، دي أحسن طريقة تعملي بيها الكيك وتضمني إن هي هتطلع معاكِ مضبوطة وزي الفل. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم ونورتوني في قناتي، ودايمًا عند حسن ظنكم.